حقنة فيلر. تفاصيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة حفيدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق. طبعا حدث ولا حرج. حقن الفيلر والمراكز الشمال ال- اللي ما فيهاش دكاترة. تخيلوا الطبيب المتهم في القضية دي صيدلي، يعني ولا هو دكتور تجميل ولا غيره. إعلانات كتير لصالونات ومراكز شمال بتقوم بحقن الفيلر وعمليات التجميل للفتيات بدون ترخيص، بدون وجود أطباء متخصصين. البنت اللي توفت دي جالها جلطة في الشريان التاجي بسبب حقنة الفيلر، وبسبب إن مفيش أجهزة ومفيش إسعافات قدرت إن هي تسعف البنت بعد ما خدت حقنة الفيلر. صالونات كتير، صالونات كوافيرهات حريمي بيقوموا بالتوريد والحقن و إلى آخره تحت السلم. الله أعلم بالمادة اللي هم بيستعملوها إيه، الله أعلم اللي بيحقنك ده وبيديك الحقنة الفيلر أو بيعمل لك عملية التجميل طبيب ولا لأ. ممكن يكون حلاق عادي جدا مفيش مشكلة. فين وزارة الصحة؟ فين الجهات الرقابية على المراكز؟ فين المداهمات للناس الشمال دي؟ ولادنا بيموتوا بسبب حاجات لا حول له ولا قوة. تحياتي.